إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي. الولي اسم من أسماء الله الحسنى. الولي ثابت في الكتاب والسنة بنص هذه الآية أولا. فالله هو الولي، فالولي حقا رب العالمين، ليس مخلوقا من المخلوقات، ليس ميتا من الأموات يقال عنه الولي، بل الولي هو رب العالمين وحده على الإطلاق سبحانه. نعم المولى ونعم النصير. لا ولي ينصر عبده نصرا حقيقيا إلا الرب. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. فالله هو الولي. ومعنى الولي أي الناصر والنصير الذي ينصر من تولاه. فمن تولاه الله فهو المنصور وإن عاداه جميع الخلق. من تولاه الله فهو المنصور وإن عاداه جميع الخلق. ومن خذله الله فلا ولي له من بعده. من خذله الله فلا ولي له، لا نصير. لا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. فهذا معنى الولاية. هو سبحانه يتولى عبده أن يكفيه وينصره ويؤيده ويسدده ويحفظه. هكذا تكون الولاية لله الحق. لذلك الذين يفهمون معنى الولاية فهما قاصرا يقصرونه على المخلوق أو على ميت من الأموات. هؤلاء عندهم تقصير شديد في فهم التوحيد، في فهم معنى الولي، في فهم معنى الولاية. فالله عز وجل سمى نفسه الولي والمولى، هو نعم المولى. وسمى نفسه سبحانه النصير. يقولها أسماء تتواكب على معنى متقارب. الولاية والنصرة، والولاية كما قلنا من معنى النصرة. لذلك كان معنى الولاية في حق المخلوق أن يقال فلان ولي لله، ليس على المعنى الذي قصرت عنه الأفهام ككثير من المسلمين أو عند بعض من جاهل دينه، أنهم يقصرون معنى الولاية أو أن يقال عن فلان إنه ولي
من أولياء الله على من يعتقدون فيهم أنهم يملكون النفع والضر أو أنهم يسمعون الدعاء من الأموات. هذا اعتقاد فاسد، بل الولاية أعم من ذلك. فكما قال ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء حقا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن فهو ولي من أولياء الله، وكل تقي فهو ولي من أولياء الله. فالولاية ليست مقصورة على أموات، مجموعة من الأموات يعتقدون فيهم أنهم يسمعون الدعاء، بل هم هؤلاء الأموات وإن كانوا صالحين أو كانوا من الأولياء حقا أي من عباد الله المؤمنين، فإن ولايتهم لله تمنع أن يقبلوا أن يعبدوا من دون الله، أن يدعوا من دون الله، أن يستغاث بهم من دون الله. إن كانوا أولياء حقا فهم لا يرضون بذلك. المسيح عليه السلام وهو في أعلى درجات الولاية التي هي النبوة، فالنبوة والرسالة أعلى درجات الولاية، وتليها الصديقية، مرتبة الصديقون، ثم الشهداء، هؤلاء أعلى الأولياء، الرسل والأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء. فالمسيح عليه السلام هو في مرتبة النبوة والرسالة، بل من أولي العزم من الرسل. لم يقل للناس اعبدوني أو ادعوني من دون الله أو اتخذوني إلها. أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. قال: سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بعلم. فهو عليه السلام لم يقل للناس اتخذوني إلها مع مريم، فكيف من دون المسيح؟ سواء من الصحابة أو من التابعين أو من العلماء الربانيين، لا يدعون الناس إلى أن يعبدوا أو لا يوصون أن يدفنوا في مسجد كي يعبدوا. ما أوصى عالم قط بهذا من الذين يعرفون التوحيد. فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء هنا هم المؤمنون، عامة المؤمنين، فكل مؤمن له نصيب من الولاية لله ما دام مؤمنا، تزيد وتنقص بزيادة ونقصان الإيمان وبزيادة ونقصان التقوى. فركن الولاية لله رب العالمين الإيمان والتقوى، فمن حقق الإيمان والتقوى نال الولاية. لذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي أعلى درجات الولاية. الشيعة وولاة الصوفية يجعلون أئمتهم في مرتبة فوق مرتبة النبوة، كما قالوا أو كما قال أحدهم في حق أئمتهم وأوليائهم. إن مرتبة الولاية فوق مرتبة الرسالة. بل عند غلاة الشيعة الرافضة يعتبرون الإمام هو الذي له التصرف في كل الأرض، في كل المخلوقات، فجعلوه مرتبة الربوبية، ليس مرتبة الرسالة والنبوة فقط. هذا من الغلو الشنيع عند هؤلاء. لذلك من أراد ولاية الله، من أراد أن يكفيه الله، فعليه بتحقيق هذا، بتحقيق الإيمان والتقوى. ولا يعني هذا أن التقي أو أن المؤمن لا يعصي، لا، قد يعصي لأنه ليس معصوما. ليست الولاية تقتضي العصمة، بل لا يعصم إلا من بلغ مرتبة الرسالة والنبوة، الرسل والأنبياء هم المعصومون. وأما عامة المؤمنين ولو كانوا في مرتبة الصديقين أو حتى في مرتبة الشهداء قد تظنهم معاصي لكنهم لا يصرون. المؤمن الصادق يجاهد نفسه ولو كان ارتكب معصية، يجاهد نفسه على تركها،
وقد يخطئ ثم ينبه فيترك هذا الخطأ. هذا دأب المؤمنين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح، قال: وإن لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني سمة البشر أنهم عندهم التقصير، ولكنهم يتفاوتون بهذا التقصير على حسب درجة الإيمان والتقوى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله له الولاية حقا. وكما قال الله عز وجل: لما اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة قالوا: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لما اجتمعت النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مكان من أمر الغيرة التي كانت بينهن، فكان هذا الرد من رب العالمين دفاعا عن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قالوا: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وناصره بل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. انظروا إلى هذا التخويف للنسوة. هذا التخويف من رب العالمين. فالمرأة الصالحة التقية هي التي تحرص على طاعة ربها ثم تحرص على طاعة زوجها وإرضائه، طبعا في غير معصية. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، في قصة معاذ، لما جاء وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ظنا أن هذا مما يجوز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كان هذا يجوز، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذه المرأة الصالحة وهي خير متاع الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فلنتأمل هذه الآية. يعني أمر قد يظنه البعض أمرا صغيرا، يعني النساء غرن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهن مما آذى النبي صلى الله عليه وسلم فهجرهن مدة شهر، آل منهن، فنزل كلام رب العالمين يؤيد رسوله الأمين: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فإن كانت ولاية الله في مثل هذا فكيف بما هو أعلى من هذا؟ إن كان الله تولى رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على النساء فكيف لا يكون، أو فكيف لا ينصره وينصر من صار على سنته على من هم أعلى من ذلك؟ فولاية الله عامة تشمل نصرة عبده في كل أموره، إن كان وليا حقا لله، أي إن كان مؤمنا تقيا يتولى الله فيتولاه الله، يتولاه في رزقه، في صحته، في أهله، طبعا في دينه أولا، أن يحفظه في دينه. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو من أعظم ما يطلب من الرب: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث أنس كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه أراد أن يعلم أمته أنك يا عبد الله لا تأمن مكر الله، سر ربك الثبات على الإسلام حتى تموت عليه، لا تغتر بعملك ولا تغتر بنفسك ولا تظن
أنك إذا ولدت على الإسلام يجب أن تموت على الإسلام، ما أدراك أن تموت على الإسلام. عليك أن تخشى العاقبة، تخشى سوء الخاتمة، تخاف. وانظروا إلى هذه الأحداث المتوالية حولنا من هذه الفتن، فتن عامة وفتن خاصة. فلان يقتل فلانا، يوميا نسمع حوادث قتل، ما أدرك مات على أي شيء هذا الذي قتل. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. بلغنا هذه العلامة الآن، صار القتل كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويقل العلم ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. يوميا الآن، يوميا في مصر وفي خارج مصر حوادث قتل بالمئات بالآلاف، وفي الغالب تجد أسبابا تافهة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا كله من نقص الولاية ومن ضعف الإيمان ومن فشو الجهل، خاصة في وسائل الإنترنت هذه التي فتنت من فتنت، وقنوات الفضائية التي فتنت من فتنت. فصار الناس يستخفون بالدماء ويستخفون بالحقوق بسبب وسائل الإعلام هذه التي أفسدت القلوب وأفسدت الدين إلى من رحم الله. كثير من هذه الحوادث حدثت بسبب أن هؤلاء ما تعلموا دينهم الحق وما عرفوا تقوى الله، فيستخفون. فلان يقتل فلانا من أجل أنه زنى بزوجته أو زنى بجارته، استخفاف بالحرمات. فكيف بلغنا هذا المبلغ في بلاد الإسلام؟ في بلاد الكفر هذا أمر عادي، لأنهم هم في الأصل لا يحرمون ما حرم الله، لكن أن يكون هذا في بلاد الإسلام بهذه الصورة يوميا، حالات قتل وزنا واستخفاف بالحرمات وانتهاك للحقوق وانتهاك للأعراض إلا من رحم الله. فاتقوا الله عباد الله، كونوا أولياء لله حقا. الولاية ليست كلمة باللسان وليست قاصرة على مجموعة أموات في القبور يعبدون من دون الله. الولاية لله هي تحقيق الإيمان والتقوى، أن نكون أولياء لله حقا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نسأل الله الثبات إلى الممات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكما في غزوة أحد لما كانت الهزيمة بسبب أن مجموعة من الرماة الذين كانوا فوق الجبل عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة بسبب المعصية التي ترتب عليها أن يعود خالد بن الوليد بجيش الكفر لما كان خالد على الكفر، كي تكون الهزيمة لما كانت المخالفة. طيب، فقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأن أبا بكر وعمر وعثمان كذلك قتلوا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان. جاء أبو سفيان ينادي ويرى الموتى من الذين ماتوا من الصحابة، أفيكم رسول الله أو أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، أفيكم عثمان؟ فلم يجبه أحد، فظن أنهم قد ماتوا. فأخذ أبو سفيان يقول: اعلوا هبل، يعظم إلهه والذي يعبده، اعلوا هبل، العزى لنا ولا عزى لكم. هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر وعمر وعثمان: ألا تجيبون؟ لما قال
العزى لنا، العزى وكان معبودا يعبدونه، كان عبارة عن بيت في الجاهلية فيه ساحرة، كما لما بعد ذلك قتلت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مقام العزى هذا، وجدوا فيه ساحرة تنشر شعرها، كانوا يعبدون ساحرة امرأة، وهذا أغلب حال القبور والمقامات فيها شياطين، عبارة عن ساحرات أو ساحرات تجدها في داخل القبر التي تعبد، يعبدون شياطين في هذه المقامات والأضرحة والقبور، فيظنون أنهم يعبدون أولياء الله. فهذه العزى كان مقام من المقامات في الجاهلية. فقال أبو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم، وتصغير تصغير اسم الله العزيز، العزى تصغير اسم العزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قل الله مولانا ولا مولى لكم. لما قال أبو سفيان وكان على الكفر قبل أن يدخل في الإسلام قال العزى لنا ولا عزى لكم، فهنا لم يرضى أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التوحيد. قال ألا تجيبوه؟ فهنا عرف أبو سفيان أنهم أحياء، فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم كانت النصرة بعد ذلك من رب العالمين فيما جاء أو تلا من الغزوات، حتى كان فتح مكة وأسلم أبو سفيان. سبحان الله، أبو سفيان الذي قال هذه الكلمة في غزوة أحد لما رأى الجيوش تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم قادمة إلى مكة عرف أنه على الحق، فأسلم عند فتح مكة أبو سفيان وصار من أفاضل الصحابة، بل أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، لأنه كان من كبراء قريش. لكن انظروا إلى الفرق، تأملوا تدبروا عباد الله. هذا أبو سفيان كان على الكفر والشرك، بل كان من صناديد الكفار، ثم صار من أفاضل المؤمنين. فأنت لا تدري بماذا يختم لك، فتكافر من صناديد الكفار ثم صار من أفاضل المؤمنين، من أفاضل الصحابة، وصار ولده معاوية من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة. وفي عهده لما صارت الدولة لمعاوية فتحت الأمصار شرقا وغربا، فتح العالم في زمن معاوية رضي الله عنه، الذي يطعن فيه الشيعة الروافض. فتعلموا دينكم عباد الله، يعني اعلموا ما هي الولاية ومن هم الأولياء حتى تحققوا التوحيد، فلا نجاة إلا بالتوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم اختم لنا بالتوحيد، اللهم اجعلنا من أوليائك حقا وصدقا، اللهم ارزقنا ولايتك وارزقنا نصرتك، اجعلنا من الذين تكفيهم أليس الله بكاف عبده، اجعلنا من الذين تتولاهم سبحانك، فإنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، إن الله هو الولي النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بارك الله فيكم.